انا اقسم بالله من يوم ما شجعت الاهلي انا عمري في حياتي ما شفت الاهلي بيلعب بالشكل ده، لا وفين وعلى ارضه وفي وسط جمهوره. اقسم بالله عمرها ما حصلت. اقسم بالله اجبن مدرب جه في تاريخ الاهلي، عشان يبقى معاك كميه لعيبه وكل مبررك الوحيد اصل ما عنديش لعيبه بتدافع، اصل اشرف بن شرقي وحسين الشحات قاعدين بره عشان ما بيعرفوش يدافعوا. فانت كمدرب ايه شغلة حضرتك غير ان انت تعرف القصور اللي عندك وتعمل تكتيك يناسب لعيبتك، بحيث انك تاخد الفايدة بتاعتهم اللي هو الهجوم، اللي هو حسين الشحات كمهاجم، اشرف بن شرقي اللي انت دافع فيه ملايين الدولارات وجايبه من اخر الدنيا عشان خاطر تدافع بيه الدكة. انت شغلة حضرتك ايه كمدرب؟ ما انا وانا قاعد مكاني كده على فكرة انا اقسم بالله اعرف اعمل اللي انت بتعمله، اعرف اجي ارصهم كده واقول ايه وابص في الورقة واكتب بقى امام عندما يرجع فيضغط لانه بيعرف يضغط وبيعرف يدافع وعنده ما شاء الله اللياقه بتاعته حلوه، فيرجع ويقطع الكوره ثم يعمل بقى اللي هو شايفه صح، فيدي الكوره لطاهر فطاهر يشوطها في الزاويه الضيقه اللي هي غلطه الحارس ان هو ما صدهاش، فتبقى جبت جون بمهارات فرديه بس لعبتك بس كده صباح الفل. شغلتك ايه كمدرب حافظ مش فاهم غير ان انت تشوف انا عملت ايه هناك في جنوب افريقيا. طب ما اعمله تاني. انا دفعت ركنت الاتوبيس وربنا كرمني وانا على ارضهم وفي وسط جمهورهم، يعني مش هيضغطوا عليا اكتر من الضغط بتاعهم اللي عملوه معايا هناك وما عرفوش يجيبوا فيا جول. طب انا هعمل ده هنا، فمش هيعرفوا يجيبوا فيا جول ان شاء الله هتعدي يعني وربنا وفي وسط جمهوري بقى والضغط وبتاع والشحن وبتاع فهتعدي هتمشي قشطه. طب انت شكلك ايه في شكلي يا عم مش مشكله شكلي ايه. مدرب صفر تكتيك. سنه سنتين اشتغلتهم بما يرضي الله كنت كويس، كان لنا شكل، كان لنا شكل سواء في هجمه مرتده سواء في بناء هجمات، كان حمدي فتحي بيدخل كمهاجم تاني في المنطقه، كان عندك ديانج وكنت بتلعب مثلثات سواء من على اليمين او من على الشمال وترجع تعكس في الناحيه التانيه الفاضيه تلعب في ظهر المدافعين تعمل الكلام ده. لكن انت كمدرب متخانق مع لعيبتك، لعيبه ما بتحبكش، انت بتحبش اللعيبه. واحد زي علي معلول اللي الجيل كله بيتسمى باسم علي معلول، ده جيل علي معلول. ما بتاخدوش معاك عشان الاداره جددت له وانا ما كنتش عايز اجدد له. يا عم تدفع فلوس من جيبك، يا عم تستفيد بيه، يا عم ما تلعبوش خده في القايمه، يا عم اكسب الروح في وسط لعيبتك، يحط بس الروح الحلوه في وسط لعيبتك. يا عم واحد زي ده لما يبقى موجود ما تسيبش حاله شحن، ما تسيبش حاله ما فيش خلاص صفر ذكاء. لا والادهى والغريب ان في وقت من الاوقات كان بيقال ان هو مش عايز مدير كوره، هو عايز هو اللي يدير اداريا وفنيا. اداريا ايه ده انت صفر نيله جاتك نيله عليك وعلى ادارتك يا اخي، حاجه قمه العبث، صفر قمه الصفر. يعني في ايه تحت الصفر سالب؟ انت بتعمل ايه غير ان انت بتيجي في الماتشات الكبيره وتقول المدرب بتاع الفرقه اللي قدامي متوقع مني ان انا اعمل ايه فانا هعمل عكس ما هو بيعمل. مباراه العين اللي كنا بنتكلم عليها حلو، مباراه العين اللي حضرتك عملته كله غير هو ان انت جيت قلت يا اجواء المباراه ان هم متوقعين ان انا هدافع وجايين متوقعين ان هم يكسبوا سكور وبتاع، فمش متوقعين خالص ان انا هضغط او ههاجم. لا ده انا هعمل العكس، يعني هم اللي هيبقوا الاندر دوج. حلو الاندر دوج صح، هلعب وهضغط وانا اللي هجيب اجوان. وفعلا فانت بتفاجئهم فخلاص فانت رد فعل. ريال مدريد مش متوقع مني ان انا هاجي اركن اتوبيس وبتاع، فمش متوقع مني ان انا هعمل هجمات، لا انا هعمل هجمات فتمشي معاك. اتحاد بنزيما نفس الكلام، اجواء قبل المباراه ان هم جايين وهنكسب الاهلي كام وبتاع فمش متوقعين مني ان انا اضغط وابقى لي شكل، لا ده انا ههاجم فكل تفكير حضرتك سلبي، هو ان انت ازاي تبقى رد فعل. انت ما بتفكرش في لعيبتك، ما بتفكرش في نفسك، ما بتفكرش في امكانياتك، ما بتفكرش في النواقص اللي عندك ازاي تبذل من مجهود في ان انت تعمل تكتيك علشان خاطر تعوض النواقص دي. ما بتفكرش بالشكل ده، كل تفكيرك ايه المتوقع مني ان انا اعمله وانا هعمل عكسه. بس ما بيجيش في بالك ان ممكن المدرب او المدير الفني اللي قدامك ده ممكن يكون مثلا هو تفكيره غلط او توقعه فيك غلط، يعني هو مش مقدرك صح فانت كمان بتقول له انت مش مقدرني صح. يعني انت ايه؟ مباراة وبطولة يسأل عنها مجلس إدارة الأهلي اللي من أول ثانية في الموسم ده ربنا بيبعت لنا إشارة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة وإحنا مكملين صم بكم عمي، ما إحناش ماشيين وراك. فمباراة وبطولة لو فيها ذرة خير، طبعا كل حاجة خير طبعا، لو فيها حاجة مفيدة هنستفيدها هو إن حضرتك سعادتك هتاخد الباسبور بتاعك وتتكل على الله، شرفت مصر.